تنمويا يناشد ساكنة دوار غين كلبة في بلدية الحم بولاية خنش السلطات المحلية تمكينهم من حقهم في التنمية، خاصة ما تعلق بشقي الطرقات وربط منازلهم بشبكتي الكهرباء والغاز وإعادة فتح وتهيئة المدرسة الوحيدة بالمنطقة، علما أن أبنائهم يتنقلون مسافات طويلة يوميا من أجل الالتحاق بمقاعد الدراسة بقرى مجاورة. تغطية لطارق مان. يهبطوا من هنا لخنشرة واحد 7 كيلو باش يروحوا يقراوا ويعاودوا يرجعوا. الماء راهم يجيهم صهاريج تاع المياه ب 400 ب 500 الف، راهم يعانيو. حنا عندنا انشغالات تاع الطرق، وعندنا انشغالات تاع الغاز، وعندنا انشغالات تاع المدرسه راهي من 87 راهي مقفوله. والانشغال الكبير هنا راهو عندنا الماء ما عندناش باش نشربوا في نفوسنا ما كانش. الامور هذه يعني نورمالمون شغل وصى عليها رئيس الجمهوريه، قال لك اخويا، قال لك مناطق الظل لازم شغل الامور هذه لازم توفر يعني بدون شروط. ولكن احنا راك تشوف احنا رانا نعانيو يعني ابسط الامور ما كانش لها. لهذا نطلب من السلطات المعنيه وخاصه الوالي الجديد لولايه خنشله انه يلتفت لهذا الدوار. بالنسبه لسكان عين الكلبه مطالبهم مشروعه. لقد اجريت خرجه ميدانيه للجنه الولائيه بالنسبه من جميع تكون من جميع القطاعات. بالنسبه للمسالك الفلاحيه عين المقاول والاشغال الجاريه بمنطقه بقاقه وفيها 26 كيلومتر، وهم ضمن هذا البرنامج لفتح مسالك فلاحيه.